عندك ربع كيلو من اللحمة المفرومة وعايزة تعملي بيه وصفة سهلة وسريعة صيفية ما تاخدش اي وقت في عمايلها، كمان تكفي البيت كله وكل البيت يتفق عليها، يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل النهاردة اقراص البرجر المحشية جبنة موتزاريلا اللي هتسد معاكي في اي حاجة، نوادي، مصايف، تقدميها جنب رز، مكرونة، سندوتشات، زي ما انت عايزة. تقدري كمان تضاعفي الكمية. يلا نشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. بس اول حاجة نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجة هنا جبت الكبة بتاعتي، نزلت فيها بصلاية كبيرة ارباع، قرن فلفل حامي، فصين من الثوم، التوابل بتاعتي معلقة صغيرة من ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان نص كوباية من البرغل المغسول والمتصفي كويس جدا، وكمان نزلت عليهم بربع المفروم اللي كان موجود عندي. ضربت كل ده مع بعضه في الكبة لغاية لما اتفرم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. بعدين ضفت عليه نص كوباية من الشبت المفروم وعجنته بايدي من غير ضرب، بس للأسف المقطع ده ما تصورش. تمام، جهزت بقى جنبي بولة فيها مية وكمان شوية جبنة موتزاريلا كانوا موجودين عندي في التلاجة. بعدين بدأت اقبل ايدي كده في المية واقرص البرجر بتاعي. باخد كده الكورة من البرجر وبعدين افردها على ايدي كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، واحط في النص شوية من الجبنة الموتزاريلا وبعدين اقفلها كده زي البقجة وبعدين ابططها. دهنت كمان السرفيز اللي هرص فيه البرجر بتاعي بالمية عشان الاقراص بتاعتي ما تلزقش، وضروري اقفل على الجبنة كويس جدا عشان ما تخرجش اثناء التسوية. كمان تقدري تضيفي اي نوع خضرة متاح عندك على الخلطة الحلوة دي، بس انا ما كانش متاح عندي ساعتها غير الشبت، لكن حقيقي الشبت فرق جدا جدا في ريحتها وطعمها واداها في حتة تانية خالص. عملت كده اول طبقة، حطيت عليها كيس تلاجة مفتوح وعملت باقي الاقراص. ربع كيلو اللحمة المفرومة عمل لي 10 اقراص من البرجر زي ما انتوا شايفين كده. حطيتهم بقى شوية في التلاجة نص ساعة كده عشان تمسك نفسها شوية، وبعدين طلعتهم. كنت مسخنة طاسة على نار وسط وحطيت فيها معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة او زبدة وزيت، اي مادة دهنية انتي تفضليها. تمام، بعدين بدأت ارص فيها بقى ايه الاقراص بتاعتي كده واسيبها لغاية لما تاخد لون بسيط، بعدين بقلبها على الناحية التانية. بتكش حاجة بسيطة جدا وكمان بتنفش عشان البيكنج باودر اللي حاطينه فيها. لما بحطها بضغط عليها كده ضغطتين بحيث تبقى فلات الى حد ما تبقاش سميكة قوي. تمام، وهكذا بسوي باقي الكمية، واول ما بتاخد لون على الناحية التانية بطلعها كده على فرشة بصل مدعوك بملح وفلفل وسماق، بيديها ريحة وطعم برضو حلو جدا، والبصل نفسه بيبقى طعمه حلو لما بياخد من عصارة البرجر بتاعي. هنا كانوا متبقين معايا شوية جبنة موتزاريلا، حطيتها على وش اخر دفعة من البرجر بتاعي كده وهو بيستوي، وغطيتها لغاية لما الجبنة ساحت، بعدين قدمتهم. يلا بقى جربوا واكتبولي رأيكم في التعليقات، خصوصا بقى ان الوصفة دي مناسبة جدا للأجواء والجو اللي احنا فيه ده. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، بحبكم جدا في الله.